يا هلا وغلا فيكم يا بنات. النهاردة الفيديو ده مختلف شوية، مش تنظيف ولا ترتيب ولا نصايح روتينية. النهاردة أنا جاية أفضفض معاكم بقلب مفتوح عن تجربة شخصية مريت بيها الشهور اللي فاتت. بصراحة اللي اكتشفته خلال الشهور دي خلاني أعيد التفكير في حاجات كتير، في وقتنا وفي حضورنا الحقيقي في حياتنا وفي علاقتنا بالناس اللي حوالينا. لو حسيتي في يوم ان الموبايل بقى حبل مربوط في رقبتك فالفيديو ده ليكي. كلنا بنستخدم السوشيال ميديا، بس انا فترة معينة حسيت انها بقت الواقع بتاعي. بصحى افتح الموبايل وبنام وانا ماسكاه، لقيت نفسي بتابع حياة ناس تانية اكتر ما بتابع حياتي، وبقيت عايشة في سباق مقارنات غير مرئي. قررت فجأة كفاية، قررت ابطل السوشيال ميديا لفترة، مش عشان اهرب لكن عشان اشوف حياتي بعيد عن شاشة الموبايل. اول اسبوع كان اصعب اسبوع في حياتي، ايدي بتترعش عايزة تفتح التطبيقات، فضول غريب عايزة اعرفه مين عمل ايه. بس بعد ما عدى الاسبوع ده بدأت اسمع صوتي بجد. لاحظت ان الوقت اللي كنت بضيعه في التصفح لا ينتهي، كان ممكن اعمل فيه حاجات كتير. لاحظت كمان اني كنت عايشة في ضجيج مش بتاعي، وان هدوء حياتي الحقيقية اجمل بكتير. وبدأت أعيد اكتشاف تفاصيل ما كنتش بشوفها، وش ولادي لما بيضحكوا من غير ما أصورهم، طعم القهوة اللي بشربها بتركيز، وهدوء البيت حتى لو فيه كركبة. علاقتي بالناس اللي حواليا في الحقيقة بقت أعمق بكتير، ما بقتش الحضرة الغائبة، يعني قاعدة وسط أهلي بس عقلي في الموبايل. لأ، بقيت موجودة بكل جوارحي. نيجي بقى للحاجات اللي خسرتها. خسرت ايه؟ خسرت معرفة أخبار ناس ما يهمنيش أمرهم فعلا، وخسرت بعض الترندات اللي ما بتقدمش ولا بتأخر. بس كسبت ايه بقى؟ كسبت نفسي، وكسبت راحة بال ما كنتش أعرف إنها موجودة، وكسبت وقت إضافي للقراءة والصلاة والراحة. واكتشفت إن اللي بيحبك فعلا هيعرف يوصلك، واللي عايزك في حياته مش هيحتاج لايك عشان يطمن عليكي. هنا بقى السؤال، ازاي نفضل متواصلين من غير موبايل؟ هل المطلوب اننا نرمي الموبايل في الزبالة؟ طبعا لا. السوشيال ميديا أداة، المشكلة ان خليناها هي السيد. ازاي نفضل متواصلين؟ حددي اوقات معينة للموبايل، اقفلي الاشعارات اللي بتشتت تركيزك، وقولي لنفسك الوقت ده وقت حياتي الحقيقية. تواصل مع الناس بجد، مكالمة تليفون او قعدة حلوة احسن 100 مرة من تعليق على ستوري. الفيديو ده يا بنات مش دعوة اننا نقاطع العالم، لكنها دعوة صغيرة اننا نفكر في علاقتنا بالادوات اللي بنستخدمها. اسألي نفسك، هل انا اللي بتحكم في الموبايل ولا الموبايل هو اللي بيتحكم في وقتي وطاقتي؟ وبتمنى تجربوا ده ولو ليوم واحد بس، واحكولي في التعليقات لو بعدتوا عن السوشيال ميديا ايه اول حاجة هتعملوها. احبكم جدا واشوفكم في الفيديو اللي جاي. دمتم في حفظ الله ورعايته. سلام.